لسه بتتمنى او ما اعرفش اولا انت كنت بتتمنى كده ولا لا، بس عبد الله السعيد مثلا كان مضى للزمالك من 4 5 سنين، هل تتمنى في المرحله العمريه الحاليه او السنيه الحاليه لعبد الله السعيد انه يرجع ينضم لنادي الزمالك تاني؟ ونفس الحال او السؤال برضو عايز اسال بخصوص رمضان صبحي، كان واحد زملكاوي، رمضان صبحي لعيب كبير جدا جدا، ممكن يبقى فيه ابيليتي ان هو يجي نادي الزمالك في يوم من الايام، هل تتمنى كخالد غندور التعاقد مع الثنائي ده بالتحديد؟ لا خلاص يعني. لا. طبعا عبد الله هيتم 37 ونص اعتقد الشهر ده. هو عيد ميلاده الشهر ده يا جماعه؟ مش عارف، ولا الشهر اللي فات تقريبا؟ ايا كان اقول 37. 37 ونص تقريبا. ف يعني اتعاقد خلاص وبعد كده هو كمان بيلعب في افريقيا. لعب النهارده يعني ماتش مثلا كاس لو اتعاقدت معاه السنه الجايه يعني هيبقى 38. خلاص بقى يعني خلاص يعني خلاص عبد الله 13 يوليو 85 يعني مثلا وقت توقيت التعاقد مع عبد الله السعيد اللي هي كانت من 4 سنين، كان وقت هو ما راح ممتاز. خد ال 40 مليون ده وما اعرفش الصور نزلت وبعد كده حصلت مشكله كبيره وبعد كده راح اهلي جده وفنلندا كان في عزه، كان قبل كاس عالم انا فاكر، قبل كاس عالم 2018. 2018 ده كان وقت جامد، لعيب طبعا لعيب جامد. لكن دلوقتي خلاص بقى السن بيحكم. رمضان صبحي اهلاوي وبيحب النادي الاهلي وخد قرار طائش من وجهه نظري. طائش؟ طبعا. ما كنتش مع لو كابتن خالد غندور مكان رمضان صبحي في موقف زي ده كنت هتاخد نفس القرار ولا؟ انا في الوقت ده هو حر. حلو. هو حر. ما تقولش عليه خاين، ما تقولش عليه ما اعرفش ايه، هو حر. تمام. هو حر. حلو. لكن هو غلط. هو غلط. في فرق بين اتنين. فاهم قصدك. انا حر. انا حر في قراري. تمام. مالكش دعوه بيا، ما تشتمنيش. فاهم؟ انا اللي هتحمل. لكن قراره صح ولا غلط؟ لا غلط. غلط طبعا. ليه بقى غلط؟ كده يعني ايه اللي يخلي رمضان صبحي يسيب النادي الاهلي ويروح بيراميدز؟ يعني ليه؟ فلوس؟ ممكن. فلوس ماشي، بس في فلوس بتجيلك. هو كان عامل اعلان اعتقد ب 4 مليون في وقتها اكتر او اكتر. الاهلي خد بطوله افريقيا مرتين بمكافئات، دوري وكاس بمكافئات، كاس عالم انديه كان هيجي له اعلانات تاني، كاس عالم للانديه بمكافئات. غير كده الايمج فاهم، وصوره اللاعب ونجوميته لا تقاس فقط بالفلوس. تقاس ان انت بتلعب في نادي جماهيري شعبي بيشجعه ملايين من البشر، ودي بتعوض الفلوس طبعا. بص يا امير، في وقت الفلوس بتبقى كلها زي بعض. بمعنى لو انا معايا 50 مليون وانت معاك 80 مليون، انا غني وانت غني. انا ممكن اجيب اي حاجه في الدنيا وممكن تجيب اي حاجه في الدنيا. فاهم قصدي؟ لكن انا ممكن اكون معايا 50 مليون وانت معاك 100 مليون. بس انا بلعب في الاهلي او الزمالك وانت بتلعب في نادي صغير. مين اللي اجمد؟ اللي بيلعب في اهلي والزمالك. بس هو ده اللي انا بقوله. ممكن رمضان دلوقتي وهو بيلعب في بيراميدز مثلا، الله اكبر ربنا يزيده وكل حاجه، معاه 150 مليون، بس لو كان هيبقى معاه 100 بس. فاهم قصدك فيعني ما فرقتش. ما فرقتش خالص. يعني ما فرقتش خالص. ممكن حد تاني يقول لك تفرق. لا، بأمن مستقبلي ومستقبل عيلتي ومستقبلي. بص كل واحد بقى، عشان كده بقول له ايه؟ ده قراره. انا شايفه قرار خطأ، هو شايفه قرار صح، فهو اللي بيتحمل نتيجه قراره. الدليل بقى ان قراره كان غلط ايه؟ انه ما طلع مع رامز او طلع في برنامج قال لك انا اتمنى ارجع الاهلي. فاهم قصدي؟ فمعنى كده ايه؟ انه عقله الباطن وشعوره الداخلي انه ندمان على تركه للنادي الاهلي. وانا باكد ان رمضان صبحي لو رجع بيه الزمن ما كانش هياخد القرار ده ابدا خالص، لانه تركه للنادي الاهلي كان خطأ كارثي في مشواره الكروي ونجوميته ومستقبله وحياته فيما هو